قولي اسمك. لا بلاش. المكالمة مذاعة على الهوا، موافقة بالإذاعة؟ ماشي تمام. اتفضلي قولي لي مشكلتك ايه؟ انا مشكلتي ان انا كنت واحدة متجوزة وبحب جوزي جدا، بس كلنا من محافظة شكل. انا من القاهرة وهو من محافظة تانية. امم. ف... ف... يعني حصلت بينا شوية مشاكل زي الطبيعي بتحصل بين اي زوج وكده. امم. وهو جوزي طبعا ميال لأهله شوية، احنا ساكنين في بيت عيلة. امم. فميال لأهله شوية وكده، بس أنا كان والده بيحبني جدا، والدته. فحصلت بين الإخوات غيرة ومشاكل والكلام ده كله. امم. فبدأت الدنيا تتغير. فبدأت المشاكل تكتر بيني وبينه. فأنا اتعرفت على زميلي، يعني على لعبة على التليفون وبدينا نتكلم، بس أنا ما فيش كلام حب، يعني فاهماني حضرتك؟ يعني انت كنت بالعادي. بتلعبي لعبة جيمز على التليفون وتعرفتي فيها على واحد؟ اه. امم. فكنا بقينا صحاب عادي جدا، وكنا بنتكلم كلام عادي جدا كأخ ليا وكصديق عادي. أنا هو مش من سني أصلا. امم. وأنا ما كانش في دماغي نهائي نهائي أي حاجة تغضب ربنا أو أي امم. حاجة مش حلوة يعني. يعني انتوا بس بخلاف اللعبة كنتوا بتتكلموا بره اللعبة على الواتس او الماسنجر عادي؟ اه. امم. بس فكلمته، وجوزي طبعا شاف شاف الرسائل وكده. اه. حصل بينا مشاكل، وطبعا بعت لأخويا وأخواتي وكده، وموضوع كبر. فطلب انفصال. ايه ما اتطلقتوا؟ فيش قعد. اه. لا حول ولا قوة الا بالله. ليه؟ هو الكلام كان فيه ايه؟ ما فيش أي حاجة، أقسم بالله كان كله ضحك وكان كله هزار وما فيش أي ايوه، حاجة، وأنا يعني حاولت ضحك أفهمه. ضحك في نطاق ايه مثلا؟ يعني بتحكي له حاجة عنك، عن بيتك، عن زوجك، عن اهلك؟ اه، الكلام بتاعنا العادي، ويا ابني أنا هجيب لك عروسة وأنا هجوزك وفعلا كنت شايفة العروسة من عندي والكلام ده كله. بس هو امم. الشخص دوت دخلت معاه في مشاعر حب من ناحيتي. وكان بيكتب لك فلما كده؟ كان فلما كلمني قلت له انا متجوزه وما ينفعش وانت زي اخويا. فراح قال لي انا اسف، مش هسألك السؤال ده تاني، وانا اسف طب وحقك انت عليا. لما عرفتي كده ما عملتيش ليه واقفة وقررتي ما تكلموش، طالما انت عارفة ان هو ما بقاش يبصلك زي ما انت بتبصي له؟ انت بتبصي له زي اخ او صديق، لكن هو شايفك واحدة اعجب بيها. ساعتها ما ما هو قررتيش انا توقفي لما العلاقة ليه؟ ما هو انا لما قلت له كده بدينا نتكلم عادي، ما طولناش لان جوزي عرف، فاهماني؟ يعني الموضوع قعد كام يعني شهر؟ 3 شهور. امم. يعني 3 شهور، او مش اكتر من كده، 3 شهور او شهرين، حاجه زي كده. بس انا من ناحيتي ما كانش في حاجه، انا كان لان ما كانش في كلام بيني وبينه. جوزي كان ناشف وجوزك جاب شويه في الكلام. اخواتك وقعد معاهم؟ اه. واخواتك لما شافوا اه. الرسائل قالوا ايه؟ انا اخويا ما فيش اخويا زعق لي وعمل معايا مشكله وكده. بس هو جوزي رفض ان انت تتصالحي يعني او كده، ومشيت مع اخويا. بس في الوقت ده طبعا خبى مني عيالي وخلاني اتحايل انت وبوس كنت عندك ايديهم عيال وبوس قد ايه؟ رجليهم. عندي 2. امم. فانا روحي في عيالي، انا ما عنديش اغلى من عيالي. فقعدت طبعا ابوس على ايديهم وعلى رجليهم والكلام ده كله. وطب قولوا لي عيالي وحماكي فين؟ طب وحماتك كده. كانوا ضدك؟ لا، حماتي قعدت تقول لي معلش والدنيا هتهدى وسيبي العيال دلوقتي وامشي ومش عارفه ايه يعني لان هما هو كان خبوهم مقفل. منك في نفس الوقت اللي عرف فيه؟ اه 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 اه. فانهارت طبعا خالص ورغم ان كده والله العظيم والله يا دكتورة انا ما عملتش حاجة وحشة في حد. بالعكس، اخلاقي الحمد لله الناس كلها تشهد بيها، امم. سواء هنا او هنا او عند اهله او الكلام ده كله. انا اخلاقي كلها الحمد لله، انا ما عملتش حاجة غلط ولا عمري عملت حاجة تغضب ربنا. يعني كنت بخاف ربنا جدا جدا، وكنت بصلي وكل حاجة هو سوء بس تصرف ما منك وانت ما كنت فاهمة ان الدنيا عادي؟ اه لا حول بس ولا قوة يعني الا بالله.
والله وانا بحب جوزي جدا. انا مش بقولك انا بكرهه رغم ان في مشاكل بينا وفي كل حاجه، وانا ساعات عصبيه وساعات بيبقى في شد بيني وبينه هو والكلام ده ما كله. سامحكيش خالص؟ هو ما سامحنيش وطلقني، اتطلقنا بسرعه جدا جدا يعني جدا فوق ما حضرتك تتخيلي. بعد ما اخوكي خدك طلقك بعديها بقد ايه؟ بعدها بشهر يا دوبك مكملناش، لان حصلت في الوقت دوت اخويا كلمه عشان يجي ونهدي الدنيا وكده وهو ما جاش وكان في الوقت ده طبعا واخد عيالي، فرحت عشان اشوفهم وكده خبهم مني تاني وطبعا جريت وراهم وعرفت وحصلت مشاكل جامدة في الشارع والناس كلها عرفت واخويا جالي والكلام ده كله. يعني طبعا برضو الناس عرفت اكن انت عملتي بلوة كبيرة اكبر. أكني عملت نصيبة كبيرة، بس عارفة يا دكتورة والله العظيم ما حدش مصدق فيا كده، لأني أنا الحمد لله ما عملتش كده. يعني الحمد لله، يعني ستر من ربنا إن أنا ما عملتش، والناس كلها عارفة إن أنا ما عملتش حاجة غلط. طب الناس كلها تشهد بيا قولي لي وبسمعتي. بالامانة، اخواتك نفسهم لما اتفضل. شافوا الشات يعني حصل لهم في حاجة كانت مخجلة ليهم، حسوا ان هم مش عارفين ينطقوا، وما لا حدش لا فيهم هو قال له ما فيش كلام حاجة. عادي انت ليه مكبر الموضوع، هي غلطت بس ده كلام عادي ما تجاوزتش؟ قالوا له، لا قالوا له بس هو بقى دكتورة يعني عارفة اللي هو ايه، ما فتحش في أي يعني ايه. مش مدي مساحة دي ما اصلا بت... للعتاب. دي بتكلم، دي بتعاملني وحش، دي مش محسساني ان انا راجل، ودي مش عارفه ايه. قلت لهم يا جماعه بيحصل بينا واحد اتنين تلاته، طبيعي بتحصل خلافات بين اي اتنين، طبيعي بتحصل خلافات. بس انا تعبانه يا دكتور، وخصوصا لما عرفت ان هو هيتجوز انا مش قادره. هيتجوز مش كمان؟ قادره. خلاص هيتجوز وانا مش قادره، وعيالي صعبانين عليا. يعني هو بقاله قد ايه انت منفصلين بقالكوا قد ايه؟ داخلين على سنه. وعيالك ما شفتهمش سنة؟ وداخلين. بقالك سنة؟ لا انا اخدتهم لما المشكله الاخيره حصلت، انا اخدتهم قبل الانفصال، اخدتهم واتنازلت له عن كل حاجه مم. وحصلت واتعاملنا ودي مع بعض من غير محاكم ومن غير اي حاجه وهو بيشوف ولاده؟ واتعامل. بيجي لهم كل فين وفين مش كتير. ورغم بعد الانفصال لما الدنيا هديت شويه بقى يتكلم وبقينا نتكلم ومفيش اي حاجه وقال لي قبل كده نرجع، قلت له طب ماشي خلينا، طب ارجع في المحافظه اللي انا فيها لان انت شغلك فيها. مرضيش، لا ترجعي في بيت العيلة ومش بيت العيلة. قلت له طب ما في مشاكل هناك وبتحصل مشاكل وكده بس فاحنا انت مش مرتاحين. بس انت ما كانش ده سبب الخلاف، يعني انت دلوقتي كان المهم انك ترجعي، مش المهم انك تدي شرط جديد. انا مش بدي شرط جديد، انا من اللي حصل لي هناك يا دكتورة ما ايه اللي كنتش حصل قادرة لك؟ انت ارجع. بتقولي حماكي وحماتك كانوا بيعاملوكي كويس. لا من اللي حصل لي ساعة المشكلة. ما انا اللي عشان حصل لي الناس ساعة يعني. المشكلة طب ما هو ده عشان كان الناس اكبر رد والكلام. لاعتبارك، ما هو طالما وافق يرجعك بيته يبقى انت ست زي الفل. ماشي بس هو رفض يقعد مع اخويا. يعني عايزك ترجعي له من غير ما يرجع لاخوكي؟ من غير ما يقعد مع اخويا. انا مش هقعد مع اخوكي، انا هجيب الناس تقعد مع اخوكي. قلت له طب ماشي وانت تعالى مع الناس. قال لي لا، انا مش هيبقى في تعامل بيني وبين اخوك. قلت له طب ازاي، ما هو ماليش، هو كبير يعني. مش عارفة يا دكتورة الدنيا قفلت عرفتي خالص منين انه وأنا ما كنت. هيتجوز؟ الناس قالوا لي من هناك، وهو لما واجهنا قال. يعني هو خطب وخلاص ماشي في الخطوات؟ اه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مش قادرة يا دكتورة، أنا مش قادرة. أنا بحبه لأن هو حب عمري. أنا بحبه جدا. يعني انت دلوقتي لو قالك ترجعي هتقولي له برضه هات في محافظة ولا هتروحي معاه؟ لا قلت له هرجع معاك هناك خلاص، بس هو رفض قال لي لا خلاص كل حاجة انتهت. معاكي رقم نكلمه دلوقتي؟ معايا رقم طب اديهوني، قولي انا بس معاكي. أنا في ناس من أهله بتتابعك، فأنا مش عايزة حد يعرف رقمه، يعني ممكن لا أسيبهولك على. لا انا هكلمه وانت معايا من غير ما رقمه يطلع، ما تقلقيش، احنا هنكلمه عشان نلحق المصيبة دي، يمكن ترجع عشان العيال، هو رايح يتجوز ورامي العيال خلاص هينساهم يعني. ما حضرتك هتكلمي على الهوا دلوقتي؟ انا مش على الهوا يا حبيبتي،
هاتي الرقم. حضرتك مش على الهوا يعني؟ لا عشان بالله عليك، عشان ما تعمل، مش حضرتك قلت هتذيعي على الهوا؟ هذيع، انا حاليا مش على الهوا. انت مش عايزاه، انا اه عايزه اكلمه واقول له ان لا، ان انت منهاره وعايزه ترجعي له. ماشي يا دكتور. لو انت مش حابه خلاص انت حره طبعا، بلاش. طالما انت مش حابه وخلاص انت، لا انا انا نفسي بس عايزه ارجع له، اساعدك. نفسي ارجع عشان خاطر عيالي، انا نفسي ارجع. انا بنتي منهارة من ساعة ما عرفت، بنتي منهارة، بنتي منهارة خالص يا دكتور من ساعة ما انا ما عشان عرفت. كده انا وهو انا عايزه، كلمته، يسمع صوتك انا وانت مقهوره كده. ده سمع صوتي كتير يا دكتور لغاية ما كلمته امبارح وقعدت اقول له طب اتحايل عليه وابوس ايدك وعشان خاطر بنتي، بس حاسة ان انا دوست على كرامتي جامد، وفي الاخر قال لي لا انا مش عايزك برضه. يبقى خلاص، طالما هو ده قرار، يبقى ما تتحايليش عليه تاني. خلاص، ربنا يعوض عليكي، وادي انتي تستفيدي من التجربة اللي حصلت، وتعرفي ان ممكن تيجي على اهون سبب. ويمكن ده خير، يمكن كان بعد شوية لو هو بقى قاسي عليكي شوية او زودها شوية، انتي كنت تتمادي وتتكلمي مع الشخص ده، او يحصل اي حاجة، فربنا اكيد بعد عنك حاجة وحشة. خلاص، قدر الله ما شاء فعل. ما تقعديش تذلي في نفسك، خلاص انت غلطتي، بس ما مش ده اللي يستاهل رد الفعل ده. كان ممكن يعاقبك، يزعل منك، يفهمك، ياخد التليفون منك، لكن مش يعيشك في جحيم ويطلقك بعد شهر، وياخد منك العيال، وبعد كده يروح يتجوز. هو اصلا ما كان انتوا متجوزين عن حب ولا جواز تقليدي؟ لا والله كنا بنحب بعض، كنا بنحب بعض جدا. لا حول ولا قوة الا بالله. مشكلة إني مش عارفة أكمل حياتي من غيره، رغم إن أنا عايشة كويس والحمد لله، بس أنا مش عارفة أكمل. أنا محتاجة في حياتي عشان خاطري وعشان خاطر عياله، أنا محتاجة له هو، لأن أنا عمري ما أفكر في الجواز تاني أصلا، ولا عمري هدخل راجل على عيالي. طب وبعدين يا بنت الناس نحلها ازاي؟ أنا ايه؟ مش عارفة يا دكتور، أنا تعبانة نفسيا، مش عارفة أعمل إيه. أنا بتصل بحضرتك عشان ما كنتش طيب عايزة انا مش أتكلم على مع حد الهوا، يعرف. خليكي معانا وما تتكلميش، وانا هكلمه، وانت اسمعي هو هيقول ايه. لو عايزين اكلمه هحاول معاه، هقول له مراتك كلمتني بشكل شخصي، وهي موجوعة وبتعيط، وموضوع ما يستاهلش، وعيالكم، خلينا نعمل محاولة. مش هاتي الرقم. كلمته، انا كلمته، بس هو قال يلا. كلام، يعني هو بيقول لي ان هو حاول معاكي 5 مرات انه يرجعك، وانت في مره تقولي له لا تجيب لي بيت بعيد، وفي مره تقولي له تيجي تبوس راس اخويا اللي هو كان بيشتمه. وحماتي لا كلمتك لا وقالت أنا لك ما قلتش كده، وحماتي ما كلمتك قلتش كده. وقالت لك يا بنتي انا ارجعي، وانا ابني ما اقدر امشي كلمتي عليه واقول له يمين يمين شمال شمال، وانت قلت لها لا. لا لا ما قالش كده، طب يكذب. هو حاول يرجعك لا 5 مرات. هي مرتين وقال لي، قلت ما له خلاص رجعتيش ليه في نفسي. المرتين؟ طالما انت حاسه بغلطك، ما رجعتيش ليه في المرتين؟ يا مدام مروة ما كان أجيب كبير مين غير جوزي وما غير أخويا يا مدام مروة؟ ما طب عنديش حد غير أخويا. ومش هو اخوكي يعني أنا ما شتمه عنديش بألعن كبير. الالفاظ؟ ماشي، ما هي برضه مامته برضه سبتني بألفاظ مش حلوة في الشارع. على الأقل الشتيمة بتاعت أخويا كانت ليه هو في التليفون، ليه هو، مش قدام الناس. لكن مامته سبتني قدام الناس كده، سامحتها وبقيت أكلمها عادي ومفيش أي حاجة. بس أنا قلت له عادي، إحنا هنبدأ صفحة جديدة مع بعض خلاص. يا عم بصي يا أنت بنت الناس، يعني انا والله حاولت، بس هو بيقول ان انت عمرك ما حبيتيه، وان انت كنت لو بتحبيه ما كانش هيبقى فيه تصرفات زي دي، وان في 4 سنين كانوا بيبقى كل واحد فيكم في اوضه، ايا كانت التفاصيل. انا حاولت قد ما اقدر وكلمته، بس هو بيقول لي ان الوقت انتهى، انه خلاص هو ماشي في اجراءات، وكلمته واحده، وراح دخل بيت وهيكتب كتابه الاجازه الجايه. فانا بس حبيت ابلغك بالتفاصيل اللي حصلت لما انا كلمته، وانا احترمت برضو ان هو مش حابب الكلام ده يبقى على الهوا. ف يعني كان نفسي اساعد، بس ربنا يخلف عليكي بالخير ويخلف عليه بالخير. واهم حاجه انتوا الاتنين تحطوا ولادكم في عين الاعتبار، مهما حصل ومهما الدنيا خدتكم ما تتلهوش عن ولادكم.
ده اهم حاجه انا اقدر اقولها لك في النهايه. انا بعتذر لك جدا، كان نفسي اساعد، لكن والله حاولت على قد ما اقدر، وكلمته ومكالمتي معاه فوق التلت ساعه، لكن هو بالنسبه له الامر هو حاول فيه كذا مره وما لقاش منكم القبول. فربنا يصلح الحال يا رب، ربنا يصلح الحال، وربنا قادر على كل شيء. بشكرك شكرا جزيلا.